وأغنى به بعد العيلة. معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. أثنى الله تعالى على إيمانهم، وأثنى على قلوبهم، وأثنى على ألفتهم، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، فجعلهم الله تعالى قدوة لمن يجيء بعدهم من التابعين وتابعيهم ومن تبعهم إلى يوم القيامة. ولقد كان من خيار هؤلاء الصحابة الكرام الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى غزوة تبوك، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم قد تأخروا لجمع متاعهم، وكان يلحق بهم الرجل بعد الرجل، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم موضعا من الطريق، ثم التفت الصحابة فرأوا رجلا مقبلا من بعيد تخفيه الريح تارة وتظهره تارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من تظنون هذا؟ فجعلوا يقولون: نظنه فلانا أو فلانا. فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر. وإذا هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما استبان بعدما اقترب منهم قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. ثم سئل أبو ذر: لما أتيت ماشيا على قدميك؟ فذكر أن بعيره جعل يتأخر به لمرض أصابه، فأناخ بعيره وحمل المتاع على ظهره ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. كيف أسلم رضي الله عنه، وكيف جاء من قومه غفار إلى المدينة أو إلى مكة وتعرف على الإسلام، وكيف كان بعد ذلك دعوته لقومه، وكيف كانت وفاته رضي الله تعالى عنه. غفار أيها المسلمون هي قبيلة تسكن ما بين المدينة وبين مكة، وكان أهلها في الجاهلية يشتغلون كما تشتغل بقية العرب بالسطو وقطع الطريق، وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه من أقواهم في هذا، فكانوا يقطعون الطريق على القوافل وغيرها. وكان يتأله في الجاهلية. سأله أبو بكر قال: هل كنت تتأله تتعبد في الجاهلية؟ قال: نعم، كنت أقوم في الشمس فأقرأ وأصلي ما أستطيع مما يحفظ من الأديان السابقة حتى يغلبني التعب فأسقط. مع أنه كان يقطع الطريق لكن كان عنده نوع من التأله. سمع أبو ذر وهو في غفار ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أخاه إلى مكة لينظر في شأنه، فذهب أخوه إلى مكة ثم عاد إليه وقال له أبو ذر: ها ماذا رأيت من حال الرجل؟ قال: رأيت رجلا يأمر بالبر والإحسان وينهى عن الشر والأذى. فقال: هذا كل ما عندك؟ قال: نعم. قال: والله ما شفيت صدري. ثم مضى أبو ذر من قبيلته غفار حتى وصل إلى مكة، وكان يعلم أن كل من يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو متعرض للقتل أو الأذى، فخشي أن يسأل أي أحد من الناس فيخبروا به، فجعل يحاول أن يتتبع ويأتي إلى الحرم مرارا، حتى رآه في يوم علي رضي الله تعالى عنه بعدما مضى لأبي ذر قرابة الشهر وهو ليس له طعام ولا شراب إلا من ماء زمزم وما يتيسر. فقال له علي: من أين الرجل؟ قال: من غفار. قال: ما عندك هنا؟ يعني رأيتك مرارا، ما عندك هنا؟ قال: أخبرك وتكتمني؟ قال: نعم. قال: سمعت عن رجل خرج يزعم أنه نبي فأنا أريد أن أراه. فقال له علي: قد وصلت إلى ما تريد، فامشي ورائي، فإذا مشيت ورائي إن نظرت أحدا ممن أخشى عليك منه قعدت كأني أصلح من نعلي، فإذا رأيت ذلك فاهرب.
فمضى مع علي رضي الله عنه حتى أدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل رضي الله تعالى عنه في الإسلام. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم رأفة به، قال امضي إلى قومك غفار، فإذا سمعت بظهورنا فأقبل إلينا. إذا سمعت أن الإسلام قوي وصار للإسلام مجموعة يحفظون القرآن ويتعلمون، عندها تعالى أقبل إلينا. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. ثم خرج ووقف في الحرم وقال يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأقبلوا إليه يضربونه من كل جهة، وبعضهم يضربه بخنجر في يده حتى سالت دماؤه ووقع على الأرض. قال حتى صرت كأنني نصب أحمر من الدماء. والنصب الأحمر هو الصنم الذي يقبلون إليه في الجاهلية وينحرون النحائر أمامه حتى يتقربون إليه وينطلق الدم إليه. فأقبل العباس رضي الله عنه وإذا هم يضربونه، قال يا قوم تضربون رجلا من غفار وأنتم تجارتكم تمر على قومه، والله لا يقطعن قومه الطريق على كل تجارتكم، يعطلون تجارتكم، اتركوه. فتركوه. فلما كان من غد أقبل وأعادها، فلما كان بعدها أقبل وأعادها، وكان يضرب في كل مرة. ثم رجع إلى قومه ودعا أخاه للإسلام فأسلم، ثم دعا أمه للإسلام فأسلمت، وأسلم فريق من قومه، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غفار غفر الله لهم. كان أبو ذر حريصا على طلب العلم، يقول والله ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا صبه جبريل في صدره إلا صبه في صدري. وكان كثير المسائل للنبي عليه الصلاة والسلام. أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على أبواب الخير. قال أن تبرئ النسمة وأن تعتق الرقبة. قال يا رسول الله أرأيت إن لم أجد فما خير الرقاب؟ قال أغلاها عند أهلها وأنفسها. قال يا رسول الله أرأيت إن لم أجد؟ وجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المسائل. وكان قليل المال ويرى التجار ينفقون فيشتاق إلى الإنفاق. فأقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهبوا بالأجر عنا بكثرة صدقتهم. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر ألا أدلك على أمر إذا فعلته سبقت من سبقك ولم يلحقك من يجيء بعدك؟ قال نعم. قال تسبح في دبر كل صلاة 33 وتحمد 33 وتكبر 33 ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإنك إذا فعلت ذلك سبقت من سبقك ولم يلحق من يجيء بعدك. فكان حريصا رضي الله عنه على الاستفادة من كل لحظة يجلسها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان من خيار الصحابة وكان واعظا لهم داعيا إلى الله تعالى مؤثرا فيهم، وتوفي في السنة 32 للهجرة رضي الله تعالى عنه. نسأل الله تعالى أن يرضى عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا بهم في جنته. قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.